يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تغلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبشير سميا صل صلاة تخلد الصلاح لي للجنان تثبت الفلاح على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذين ذوي الإغراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وخاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واجعل مخري وممري والديور لي شواهد بأفضل غيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء وأهله وكل مفض لشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا خير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زهزه عني الداء وزهزه الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأهوال ولتخرج الميل إلي من خلوب قوم خلوني ولتخلد للحليب واجعل فيوض كالكلي منيرا قلوب حزبك وأسطع نورا واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك وجسب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة عن الأذى لي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أثمان ما عني يبيع بلا إخالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمل خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وزده أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا
ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك مع يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مقلدا لي الرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغير العدا معا فانصرفت إلى سوى الضرية والإفساد والمكر والغرور والحصاد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن في الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع السلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين به وخدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليخذ شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحى له شكور ثرعت بانيا بناء ذكري واجعل مكوثي لك خير شكري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باخ لدي النفع خدت للعلوم صل صلاة من وقوف وكزل مانعة يا من أدام للعسل مع سلام ليخلد الرباح في كل مالي تجود من مباح على الذي صيرتني خديما وقلت لي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأعطني تقوى ويسر لي ما عسرته على سواي شيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك شرعت فاكفني عوائخا كما أردت واكفني بوائخا وسل بالتسليم عني أبدا على الذي تكريمه لي بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل شروعي طارد الأعادي لغير نهوي موضي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صل صلاة بشروعي تشهد مع ظلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتظل بلا انفذال يا نجي من وثل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتجعلني أهل بدر خيرا يا من بهم ساغ لغيري ضيرا ولي بهم تلاشم الخيور مصفيا بهم ممر والديور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل غفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا
ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لتقود اللائق مع سلام يدرأ المفاسد لغير ذاتي ويقين الفاسد على الذي يسره إقدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وزابي في الحال والمآل واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما خذ الأجور لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لاخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صل صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لغيري زهزه المغيبا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وزهبي في الحال والمال واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي قلت واجبا ومندوبا معا وبائحا كليهما لي جمعا صل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري زازا العرم رما مع سلام مسهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعمر والديورا سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمال وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي يا مبيحا صان ذاتي عن قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد صرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لاشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمع صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من خاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البسر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وزابه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا سلولا والطول واجعل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفيه سواه من جملة ما مني فيه وصف لي عقائدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب واجعل بجاه المنتهى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل خلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آلي
عمران في الحال وفي المال وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وابلي الفتح ويسر العلوم لي وزدني منك علما يا علي وهبت لي من فضلك العظيم ما خادني لشكر من نظيم أعزتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب شروعي وهو عني انقلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعا آويتني إليك يا كريم يا باخيا شكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لنا به صراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا خض من وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب